كتير من مشاكل القلب في الأطفال ممكن نمنعها بخطوات بسيطة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة. فتعال أقول لك إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نحمي قلب طفلنا وإزاي نكتشف أي مشاكل في القلب بدري. قبل الحمل حمض الفوليك المفروض يتاخد على الأقل 3 شهور قبل الحمل، مش لما تحملي. وده بيمنع مشاكل كتير في الأطفال، يمنع مشاكل القلب، يمنع مشاكل الأعصاب، يمنع الشفة الأرنبية في الأطفال. أثناء الحمل 3 حاجات لازم يتظبطوا: السكر والضغط ووزنك، لازم يتظبطوا، مهمين جدا لقلب طفلك. ولو عايزة تفاصيل أكتر ارجعي لفيديو الرضاعة والمناعة وانت تعرفي ازاي أكلك حتى أثناء الحمل ووزنك ممكن يأثر على طفلك. أثناء الحمل كتير من الأدوية ممكن تسبب مشاكل للقلب، زي بعض أدوية الضغط، بعض أدوية الأعصاب، وبعض المسكنات زي البروفين. فأي دواء أثناء الحمل لابد تراجع فيه طبيب الباطنة وطبيب النساء. بعد الولادة في اختبارات بسيطة بنعملها نكتشف بها أي مشاكل في القلب. من اختبار الأكسجين، بنقيس الأكسجين في دراعه اليمين وفي القدم. الطبيعي يكون أكتر من 95 والفرق ما بينهم يكون أقل من 3. لو لقينا القراية أقل من 95 والفرق ما بينهم أكتر من 3، في الحالة ديت بنعيد الاختبار بعد ساعة. لسه النتيجة مش طبيعية بنعيدها بعد ساعة. لو النتيجة مش طبيعية الطفل في الحالة دي يحتاج إن هو يعمل إيكو أو أشعة تلفزيونية على القلب. بنقيس الضغط في الأربع أطراف. لو الفرق في الأطراف العلوية أكتر ب20 من الأطراف السفلية، في الحالة دي الطفل لازم يدخل الحضانة ويتعمل له أشعة تلفزيونية على القلب. لا قدر الله لو كان في سكر أثناء الحمل، الطفل لابد يتعمل له إيكو في الأيام الأولى من بعد الولادة. لو كان في صوت لغط على القلب بعد الولادة وكل الاختبارات اللي فاتت كانت طبيعية، في الحالة دي بقول لك لازم تراجعي طبيب الأطفال عنده عمر شهر لشهر ونص. دي المرحلة اللي بينزل فيها ضغط الشريان الرئوي للطبيعي، ولو في أي فتحات في القلب هتظهر في الوقت ده. ولو كان في صوت لغط من اللي هو الأصوات الحميدة اللي موجودة بعد الولادة بتختفي في المرحلة دي. فلو في أي صوت لغط عند عمر شهر ونص المفروض بنعمل إيكو على القلب. دي كانت خطوات بسيطة نمنع بيها أمراض القلب في الأطفال ونكتشف بيها لو في أي مشاكل عند القلب في الأطفال بدري، بحيث يكون التدخل بدري ونحمي بيها أطفالنا. لو في أي أسئلة أو لو في بتسألي على أي علامات تانية إزاي نعرف بيها مشاكل القلب في الأطفال، اكتبي لي في التعليقات وأنا أرد عليكم بإذن الله. دمتم في أمان الله وأنتم في أتم صحة وأحسن حال.